يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. وحشني والله يا ابو الصحاب. اخبارك واخبار دنيتك في الشتاء اللي احنا فيه؟ شتاء ايه؟ ما تعرفش احنا بنصيف ولا بنشتي؟ الواحد بيصحى الصبح بيلبس لبس، يجي على العصر كده على المغرب نلبس نرسى علشان يعني الجهاز الهضمي والعصبي على جسمي ما بقاش قادر. المهم يا ابو الصحاب، الفيديو اللي انا جاي لك بيه فيديو سؤال وجواب، الفقره اللي انت بتحبها وبنشارك بيها اخواتنا. للناس اللي مش عارفه، فيديو سؤال وجواب عباره عن اسئله بناخدها من على الانستجرام، بننزل ستوري اي حاجه. اللي عايز يسال بره الكوره، في الكوره، اي حاجه. اللي عايز يسال عن اخبار صفقات اللي بيدور يعني بيبعت السؤال وبناخده وبنرد عليه في فيديو. فلو انت مش متابعني يا ابو الصحاب على الانستجرام، تابعني علشان ما ننزل اي ستوري عن فيديو سؤال وجواب تحط سؤالك وان شاء الله يكون موجود معانا. فيلا بقى ابو الصحاب نخش في الاسئله. بس قبل ما نخش في الاسئله يا ابو الصحاب، دي الفقره اللي انت بتحبها وانا بحبها الصراحه، عشان بيبقى في شويه اسئله كده ما علينا. المهم يا ابو الصحاب، لو عايز السلسله دي تستمر، انا كل فتره بنعملها بس انت مقصر فيها يا ابو الصحاب، فاتمنى تعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده بكل بساطه 3000 لايك، فاتمنى كل اللي بيتفرج يعمل لايك. ويلا نخش على الاسئله. السؤال الاول، موافق على رجوع مصطفى فتحي ولا لا؟ السؤال ده لولبي. هجاوب على السؤال بس مش باختصارا، يعني عشان مصطفى فتحي اكتر لاعب كنت زعلان منه. هقول لك ليه. اصل الزمالك حرفيا هو اللي عمل مصطفى فتحي. مصطفى فتحي كنا جايبينه من الفرقه، اعتقد نبارو، يعني انت عارفها، يعني مع احترامي طبعا للفرقه دي وكل حاجه، بس دي الصوره اللي قبل ما يخش نادي الزمالك. وانا هنا مش بقلل منه ولا اي حاجه، انا هنا ببعت رساله او افهمك وجهه نظري في حته ان الزمالك عمل اللاعب حرفيا. جايب لاعب مع احترامي من لا شيء عملوا شيء. الناس شكلها بالصحابه عندها ذاكره السمك، والفتره الاخيره بقينا ننسى. انت ناسي مصطفى فتحي؟ ده من موسم 2015 لحد 2019 انا اللي بعالجه. مصطفى فتحي ما قدمليش حاجه. انت لو جيت بصيت كده لاهداف مصطفى فتحي مع الزمالك ما كملش 10 15 جول. مصطفى فتحي انا طول السنين روح اسبانيا، روح المانيا، اتعالج، ده اصابه مزمنه، وعمال اربط واعمل ويلا يلا يا مصطفى ارجع. قال هطلع اعاره لسموح، راح سموح كسر الدنيا، ارجع بقى استفاد يا مصطفى. لا انا عايز امشي، وبيدفع فلوس من جيبه علشان يروح التعاون ويقول انا همشي. اتاري يا ابو الصحاب برضك الايام بتثبت اللي عينك بتشوفه ممكن ما تصدقوش. فاكر ساعتها الفيديو اللي كان مصطفى فتحي بيقول انا اللي عايز امشي؟ ساعتها كنت متضايق ليه من مصطفى فتحي؟ عشان عندنا افريقيا، ما عندناش لعيبه، فانا محتاج مصطفى فتحي. فاما الاقي مصطفى فتحي هو اللي بيقول بلسانه انا عايز امشي، ترى يا ابو الصحاب اللي انت بتشوفه بعينيك ممكن ما تصدقوش. ده في حاله واحده، مع مرتضى منصور. اصل برضو كانوا الصحاب اللي قدام الكاميرا غير اللي ورا الكاميرا. اللي انا عرفته واتاكدت منه ان موضوع مصطفى فتحي لما كان ساعتها راح التعاون، ان ده كان متنقل. ايوه يا ابو الصحاب اتاكدت منه ان مصطفى فتحي يطلع يقول الجملتين دول. ساعتها اداره نادي الزمالك كانت مزنوقه في 400000 دولار لازم يدفعوا، ومصطفى فتحي برضك في نفس الدي كان عايز مبلغ كبير. انا بقول لك الحقيقه، عايز مبلغ كبير ان هو برضك يجدد نادي الزمالك يبقى فئه اولى. ساعتها الموضوع مشي في الاتجاه ده، بس انا بقول لك مصطفى فتحي كان عايز يكمل. وساعتها ما جه عرض اللي هو المليون دولار ان هو يروح التعاون، ولسه فاضل له 6 شهور، قال لك حلو وبتاع ومشوه. فاكر ساعتها برضك مرتضى منصور قدام الكاميرات سيف فاروق جعفر ماضى وعقد وكان ورق ابيض مع مرتضى منصور قدام الكاميرا حاجه ورا الكاميرا حاجه. المهم نرجع للسؤال اللي احنا بدانا بيه. انت موافق على رجوع مصطفى فتحي ولا لا؟ معلش انا طولت، بس يا ابو الصحابه انا قلتها وهقولها برضه. اللي سابك اسمه سابك، اتضغط عليه، اتقال حاجه ما اتقالش، بس كل الاحداث الاشخاص مساهمه فيه كده كده. فانا اللي عملت مصطفى فتحي، وهرجع اقول الزمالك اللي بيعمل، الزمالك هو اللي عملني انا اصلا شخصيا. كل اي حد بيقابلني يجي يتصور معايا انا خفاجه الزملكاوي، انت فاهم؟ الزمالك اللي عمل زيزو. وانا شرحت الموضوع ده في فيديوهات فاتت، وجبت الاكونتات بتاعتهم على الانستا والكلام ده، قلت لهم انتوا كنتوا ايه في الاول وبقيتوا ايه ومع الزمالك. الزمالك هو اللي عمل كل الاسماء دي، بس اللي سابك في وقت انا كنت محتاجك فيه قوي قوي، سابني في الوقت ده. ساعتها انا ما بقاش ليا عزيز. انا عارف يا ابو الصحاب ان جمهور نادي الزمالك عنده حته عاطفه شويه، بكوبري، بجوم، بشمسيه، ببطوله، بايا كان. انا العاطفه دي اتقطعت باخر حبل ودي مع لاعب كان طارق حامد. فانا خلاص اللي سابني اسمه سابني، خلاص ما بصش ورايا. مصطفى فتحي امكانياته كبيره طبعا، امكانياته كبيره، بس برضك لو انا كونت فريق كويس زيزو هيلعب عليه. زيزو ناحيه اليمين 100%، ما حدش يقدر يسد ناحيه اليمين زي زيزو، ما حدش يقدر. وهفضل اقولها ما حدش يقدر. ومصطفى فتحي مش هيلعب الا ناحيه اليمين اللي هو بشماله. يعني مصطفى فتحي لاعب طولي ما بيعرفش يلعب على الخط، هتخش في العمق هيفقد قوته. يعني اقول لك مثلا مصطفى فتحي يبقى موجود، جبنا مصطفى فتحي وزيزو، مين هيلعب؟ زيزو اللي هيلعب عليه.
وهفضل اقولها. زيزو برضك ما بيخش بيفقد قوته، زيزو ناحيه اليمين لاعب طول. عموما يا صاحبي انا قلت لك رايي في موضوع مصطفى فتحي، مستني رايك في الكومنتات. اما بالنسبه لرجوعه يعني عندي معلومه ان مصطفى فتحي يرجع تاني نادي الزمالك، ده حقيقي. تواصل مع شيكابالا وبعض اللعيبه داخل نادي الزمالك انه هو عايز يرجع بقى ما يرجعش. انا قلت لك وجهه نظري بس. اما حته انه يرجع ده بقى في حته الاداره ويتفاوض مع بيراميدز والكلام ده كله، بس هو عنده الرغبه ان هو يختم المسيره بتاعته في نادي الزمالك. في اخبار ان رؤى هيجي الاهلي، ده اخبار صحيحه والنبي، والنبي خدوه. مش ده قطاع الناشئين بتاعكم والراتب على الراتب السنوي، اكله شربه سفره علي ابنكم بقطاع الناشئين. المشكله اللي مضايقاني ان قطاع الناشئين الاهلي مع حسام عاشور ومحمد شوقي وبيدونا احنا رؤى. ارجع لصوابك يا ابني، انت كنت قطاع ناشئين الاهلي، واتمنى الخبر ده يكون صحيح ونبدل. خدوا ابنكم وحطوا مروان وحش الفتره الاخيره ومش هيأدي. رجعوا مروان لينا، واحنا كنا داخلين في الاول وانتوا خدتوه. تاخدوا رؤى وتجيبوا لنا مروان، علشان انا بجد والله العظيم لو الخبر ده صحيح 9 ارانب وقت هذبحهم لله. هل الزمالك يفتقد فتوح وصبحي؟ هيفتقدهم في ايه؟ مش في ان هم يمشوا يعني، ما يمشوا. الزمالك ما وقفش على حد، الزمالك لو وقف على حد قلت لك حماده امام، حسن شحات، حازم امام. الاهلي لو بيوقف على حد وقف على ابو تريكه يا ابني ما فيش نادي بيوقف على لاعب. بس ملخصا يعني الموضوع فتوح زاد عن حده بسببه هو. فتوح وصل لمرحله الفجور، وانا قلت كلمه فاجر ديت وصف مش شتيمه. يعني فتوح ليه مصايب كتير ومحدش يتكلم عليه، بس بسبب الفجر بتاعه ان مثلا مدير الكوره يقول له تعالى يا ابني، قول له هبقى اجي لك على الماتش، فهو خلاص بقى الدنيا فتحت. كان ليه فيديوهات قديمه وليه فيديوهات جديده ومعايا ومش هنزلها، وما نزلتش القديم عشان انزل الجديد، عشان كل ستر ربنا ومالناش دعوه بالكلام ده كله. بس عايز افهمك حاجه، فتوح حتى كمان اما المجلس قرر خصم 25% من مستحقاته، وانا شايفه اداره كويسه في الحته دي. ايه اللي هيخلي اللاعب اقصه او استفاد منه؟ الفلوس. خلاص فتوح خلاص فاضل له 6 شهور، اللي هو عايزه هيعمله، هيروح الاهلي، يروح بيراميدز، يروح زد، يروح اللي هو عايزه. بس اللي هقدر استفاد منه ايه؟ ده انا اخصم منه فلوس 25% ديت اصلا مستحقاته المتاخره، وممكن يدفع كمان من جيبه. يرجع يلعب بقى، ما يلعبش بمزاج برضك الاداره. في لائحه هم وقفوه شهر واحد، بس ممكن يروح للمدير الفني كده خليه يتمرن بعد شهر زي ما هم وقفوه شهر. اتمرن، انزل التمرينات، بس ما تدخلوش التشكيل بمزاج المدرب. ممكن بقى لو يعني الاداره حتى في دماغها فتوح، بس هي خلصت خلاص. الاداره خلصت كل حاجه من فتوح ان هي تستفاد منه. وعارف برضو كم الصحاب اللي بيدور في مخك والسؤال اللي بيتردد الفتره الاخيره، عشان المجلس اداره نادي الزمالك ما عرفش يجدد له، فطلع عليه الفيديوهات والتسريبات والحاجات ده كله. بص ملخصا اركن بس الفيديوهات والكلام ده كله يا ابو الصحاب. لو جيت كده تقعد تتفاوض مع لاعب انت كاداره اهلي، وبيشترط عليك انا عايز رقم، وعايز بعده مقدم تعاقد، وعايز بعده رقم كبير، انت هتوافق كاهلي؟ قولها لي انت بكل بساطه، انت كمجلس اداره الاهلي تقول لهم يلا قوم يلا امشي. فتوح كده كان بيقول كده. طب ماشي نتفاوض وبتاع، ماشي نيجي نتفاوض، لا بيعلي. انت مين يا فتوح؟ فعلشان كده يا ابو الصحاب كرامه الزمالك بدات الاول، وانا اتمنى ان كرامه الزمالك تبقى موجوده. كرامه الزمالك مش شعارات ولا امثله ولا الكلام ده كله. ناخد حقي. انت عملت مشكله قدام الناس، انا وقفتك شهر، خصمت منك 25%، خدت حقي كاداره وكجمهور. بعدها بقى اعمل اللي انت عايزه. عايز تنزل تتدرب اتدرب، مش عايز تتدرب ما تتدربش. انا كده كده عرضك للبيع. في شاري كان به، ما فيش شاري انا خلاص خدت فلوسي منك اللي انت قصرت بيها في شغلك، اللي هي فلوس الزمالك، اللي فتوح اصلا بيتصربح بيها. انت مستوعب معايا؟ يعني حتى كمان هو بيعمل حاجه حرام، استغفر الله العظيم يا رب. بفلوس الزمالك. ما هو الزمالك اللي عمل الناس دي. هفضل اقول الزمالك اللي عمل فتوح. حد كان يعرف فتوح ده؟ حتى ابو فتوح يا ابو الصحاب هو بيقول انا عاملين اللقاء ده بسبب الزمالك. لما كان طالع يحدث في مصر مع الاعلام الكبير، طالع يتكلم بيقول له احنا طالعين بنعمل مكالمه معاك بسبب الزمالك، احنا بناكل وبنشرب بسبب الزمالك، اللي وصلنا فيه بسبب الزمالك. ارجع لسؤالك تاني يا صاحبي، الزمالك ولا هيفتقد فتوح ولا صبحي ولا شيكابالا ولا الزمالك هيفتقد حاجه واحده، ساعتها مش هيبقى فيه زمالك، جمهور. الزمالك طول ما هو موجود وبجمهوره مفيش حاجه هتاثر عليه، وهيتنيه مكمل. المره المليون مش هنشوفك في الثالثه حبيبي عمور والله. واسف لو انا ما شفتش سؤالك يعني، بس هرد على السؤال بالنسبه اللي انا ما بروحش المدرجات. وفي ناس كتير بتسالني ليه مش بتروح المدرجه خفاجه. بص
هو في اسباب كتير منهم سبب مش هينفع احكيه دلوقتي اما يجي وقته، بس اتمنى يعني نترحم على اخواتنا ال 20 شهيد اخواتنا في الزمالك. بالنسبه اللي انا ما بروحش ليه الاستاد، بص يعني ملخصا يعني في الوقت الحالي يعني الوقت مش مساعد قوي اللي انا اروح الاستاد. وللناس اللي مش عارفه، انا ما رحتش ولا مره فعلا الاستاد. المره الوحيده اللي اتمنى ان انا اروح فيها الاستاد يكون نهائي افريقيا، واشوف الزمالك بيرفع بطوله افريقيا. ساعتها هيكون فلوج مش فلوج. ساعتها انا مش عارف اكون عايش ولا لا، بس اتمنى والله. بس الفتره ديت يعني صعب ان انا اروح الاستاد، بس ان شاء الله نفسي والله اكون مع اخواتي في التالتة، واتمنى يعني يكون عن قريب. مرتضى منصور فين دلوقتي؟ اقول لك مرتضى منصور فين اهو. اديها. هو اديها. بص يا ابو الصحاب. بص ملخصا يعني مرتضى منصور الفتره الحاليه هم قالوا له اركن، بس في نفس الوقت عايز يشوه المجلس اللي موجود باي طريقه. الصوره المسربه الامير مرتضى منصور مع سوريو قبل ما يروح لاتحاد الكوره يشتكي الزمالك، اللي انا مش فاهمه ايه دخل اتحاد الكوره ان هو المدير الفني ما خدش فلوسه فيروح يشتكي اتحاد الكوره. معروف الفيفا على طول بتشد الجلابيه بتاعتك في لسانك، عليك فلوس عند الزمالك روح للفيفا. الفيفا بتعمل ايه؟ بتحكم ليك ب 10 مليون جنيه سهل. لا ده بقى ايه؟ علشان يسوق السم معاها يا ابو الصحاب. وبرضك امير يعني قبلها بيوم الصوره تتسرب واضحه خالص يسوق سمعه المجلس. مش مرتضى منصور بيسيب يعني ديول مع باتشيكو ومع كارتيرون مع مدربين كتير اهو. حسين لبيب اللي بيطلع اهو بيسيب اهو الديول. اتاري يا ابو الصحاب اصلا المجلس كان اتفق مع سوريو يا ابو الصحاب، وانا بكلمك دلوقتي اصلا ممكن يكون انهى كل حاجه. انا مسجل الحلقه دي بالليل، ممكن اصلا لما تنزل بكره يا ابو الصحاب تكون اصلا كل حاجه خلصت. كان في جلسه مع سوريو، تعالى يا حبيبي هنصفي مستحقاتك والدنيا تمام والدنيا حلوه. اتاري ابنكم الشكار قال مش جاي، وقام راح اتحاد الكوره راح اشتكي. طب ما انت ما جيتش، انت اللي ما جيتش. ففي جلسه يا ابو الصحاب مع سوريو يخلصوا كل حاجه. فمرتضى منصور يا ابو الصحاب فين دلوقتي؟ مركز بس الفتره ديت يشوه المجلس اللي موجود وخلاص. زي القضيه اللي هو رفعها، مكتبه اتفتح في 2 بلاي ستيشن و2 لابتوب وساعات ايه؟ هات الساعات يا لبيب. خلاص بقى مرتضى يعني قصتك خلصت والعزبه راحت، وقالوا لك اركن. انا عارف يوم ما هيجوا يستخدموك هيستخدموك امتى، ويوم ما هيجي يقول لك اركن. فاركن بقى الفتره ديت مش ناقصين. هو القيد فعلا مش هيفتح السنه ديت. بص يا ابو الصحاب اللي انا عارفه هقوله لك، يفتح ما يفتحش ديت مش بتاعتي لحد اللحظه ديت. الزمالك خلص اوشن بونك اللي هم ال 400 وحاجه او 300 وحاجه، خلص اوشن بونك القضيه الكبيره اللي هي بتاع اللشبونه اللي هي يعني ما يقارب مليون و700 يعني رقم كبير. يعني اللي انا اعرفه في اللحظه ديت ان اداره نادي الزمالك تواصلت مع اللشبونه شخصيا، والاتفاق دلوقتي يا ابو الصحاب على التقسيط. واحد يقول له تقسيط تاني يا اخي ما هم هيرفضوا. لا النبادي في ضمانات لسه بقى هيوافقوا مع الضمانات ديت ولا لا. لو وافقوا بالضمانات اللي هو هيكون جزء كبير، الزمالك ممكن يدفع مليون دولار مره واحده، والجزء الثاني على دفعات. في دلوقتي الكلام رايح جاي لسه ما قرروش هيقسطهم ولا لا. فده اللي موقف الدنيا. اللي انا اعرفها بالصحاب المجلس بيحاول يفتح القيد، حته ما يفتحش القيد ديت غير مطروحه خالص في المجلس، والمجلس بيحاول على قد ما يقدر يفتح القيد. انا بقول لك اللي بيحصل في اللحظه دي ممكن بكره اقول لك خلاص ركنوا الموضوع والكلام ده كله. فالمواضيع كلها بتتغير في يوم وليله، بس اللي انا اعرفه ان المجلس فعلا بيحاول ان هو يفتح القيد. مرتبط الله بغمزه كمان برضك الواحد بيبي فيس برضك الصحابه يا ارتباط ايه؟ ارتباط ايه في الغم اللي احنا فيه وبغلاء الاسعار؟ ما تعرفش الارقام بقت عامله، تيجي تشتري باي حاجه كده الارقام غريبه. تيجي تجهز حاجه في الشقه ليه؟ ده كله بسبب عمرو السيسي اللاعب بتاعنا اللي بيعمل كباري في نص الملعب. عمرو السيسي عشان الكلام ما يفهمش غلط. بس انا ارتبط وانا اخطب ونتجوز دي اما 40 و50 سنه ما اعتقدش هكملهم. يعني هو ابو عين واحده فاضل ينزل في الاحداث اللي احنا فيها. هو فاضل ابو عين واحد ينزل ويخلص الكوكب ده، مش الواحد تعب اصلا. مش عارف السؤال ده هساله ازاي. ايه رايك حسام عم جيد يلعب مهاجم هيبقى هداف ويرحمنا من اخطائه؟ انا مش هرد عليك طبعا، ده اللي هيرد. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. انت عايز ايه يا ابو الصحاب؟ حسام مين؟ حسام متيب. اما تيجي تتكلم حسام متيب، حسام يعني حسام عم الجيد اللي بيجري سلو موش يا اللي بيجري كده هو يلعب مهاجم. كلمه في سرك يا ابو الصحاب، بص كده يكون ابوك او امك او اي حد من قرايبك سامع الكلام. تشرب حاجه؟ لا بجد بتتعاطى حاجه؟ حسام مين؟
يعني حسام اصلا لو الكره اتلعبت من نص الملعب على ما يجري يجيبها اكون صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح ويكون لسه الراجل ما وصلش لل 18. انت عايز موديس قدام ليه؟ يعني انت عايز حسام موديس قدام ليه؟ حسام اصلا ما بيقدرش يجري، فلعبه مهاجم هو علشان طويل. مع حسام ربنا مديك طول بعرض، ما بتستغلوش ليه يا ابني؟ والله انت عايز بجد ما تخليش بقى نغلط في الراجل منه لله، بس يلعب ليه مهاجم؟ هو اصلا بيقدر يجري كمدافع علشان يلحق الكوره، علشان تلعبوا لي مهاجم عشان خلاص بقى ما بقاش نافع. انا خالص انا عايز اتجوز برضه. سمعت موضوع ان عمر كمال خلص في الاهلي، وهو فعلا اسوريو رفع الزمالك وقضيته مستحقاته. اتكلمنا عن موضوع اسوريو عمر كمال عبد الواحد. بص للناس اللي متابعاني هنا كويس، انا اتكلمت عن موضوع عمر كمال عبد الواحد من فتره، ومش برجع يعني يا ابو الصحاب في مواضيع كتير اقول لك شفت انا قلت ايه واجيب لك والكلام. بس الموضوع بتاع عمر كمال عبد الواحد اقول لك لا، انا قلت من فتره قبل ما اي حد يتكلم، قلت لك الاهلي دخل وفتح مفاوضات مع عمر كمال عبد الواحد، وقلت لك عمر كمال واقف في النص وبيفتح مزايده، اللي هيدفع لفيوتشر هياخد عمر كمال عبد الواحد. ويرجع للفيديوهات انا قايلها لك. كل الناس دلوقتي بتتكلم عن عمر كمال عبد الواحد مضى للاهلي خلاص. انا بقول لك عمر كمال لسه ما مضاش في الاهلي، هيمضي فعلا في الاهلي. بص يا ابو الصحابه عموما يعني الاهلي ميزته اما بيجي يتفاوض في صفقه او بيبقى عايزها بيبقى متاكد مليون في الميه ان هو عايزها. الزمالك لحد دلوقتي ما احمد سليمان قعد مع عمر كمال عبد الواحد اتفق معاه شفهيا نفتح القيد ندفع مستحقات وبتاع وبعد كده نرجع لك. الاهلي بقى يا ابو الصحاب شغال. ايه يا ابني صحيت كلت شربت ايه وراك ايه؟ ما تيجي معانا تعالى اقعد. ده الاهلي في المفاوضات بيبقى متاكد انه عايز الشخص وما عندوش اعاقات، يعني ما عندوش افلكاد والكلام ده كله، بيبقى متفق مع المدرب ومتفق مع كل حاجه. اتفاوض مع عمر خلاص كله تمام، ليل ونهار زي ما جاب القندوسي كده. انا كنت بتكلم مع القندوسي بس كل فين وفين بقى رن هنا اقعد شهر يا اسطى احنا بنتفاوض، لا شويه بس ما اردش براحتي. فاكر ساعتها القندوسي وهو الاهلي خد القندوسي الزن. الاهلي في المفاوضات زنان. عمر كمال عبد الواحد ابو الصحاب شايف ان الفتره الحاليه واهتمام الاهلي بيه زياده عن اللزوم ان الاقرب ليه واتجاهه للاهلي. قعد مع الاهلي واتفق مره واثنين، ولحد الوقت الحالي يا ابو الصحاب فيوتشر عايز يجدد له. ده العائق الوحيد انتقاله للاهلي. فيوتشر عايز يجدد لعمر كمال عبد الواحد عشان ياخد ايه؟ مبلغ كويس من الاهلي. وعمر كمال عبد الواحد رافض ان فيوتشر يتجدد ويروح للاهلي لا اما فري لا اما في يناير، يعني مش عايز يجدد مع فيوتشر. يعني بكل بساطه يا ابو الصحاب مساله وقت لحد دلوقتي، ان لو الزمالك ما اتحركش تاني في عمر كمال عبد الواحد هيكون في الاهلي. ما قبل السؤال بقى عاوزه اقول لك كلمتين بجد يا خفاجه مبدع كالعاده، وكلنا زي كزملكاويه وبنحبك. رايك معتمد جمال ولا مدرب اخر؟ شكرا لك يا ابو الصحاب. والله انا ما بعرفش الاسئله كلها بقت بنات يا رجاله. وعلى فكره مش قاصد والله، الفتره الاخيره بلاقي البنات بقت هي اللي بتكتب اسئله فبناخد، بس عادي برضك الواحد برضك يا ابو الصحاب احنا جام برضك. السؤال ايه اصلا؟ رايك معتمد جمال مدرب اخر؟ قبل ما اقول وجهه نظري، خلاص اداره نادي الزمالك اعلنت ان هي هتدي الثقه لمعتمد جمال الفتره اللي جايه، يعني بنسبه كبيره ممكن بيكمل في بدايه مباريات الكونفدراليه لغايه ما نجيب مدرب اجنبي، علشان اداره نادي الزمالك لحد دلوقتي ما خلصتش في مدرب اجنبي. عشان الناس اللي بتسال ايه المدرب مين المدرب مصري اجنبي، لسه يا ابو الصحاب اسماء كتير مطروحه، والكارترون وموسيماني وشوقي غريب والكلام ده كله اتطرح، بس لحد دلوقتي ما خلصوش في اي واحد. دي اسماء، ولحد دلوقتي في مدرب اجنبي ومدرب ايطالي وسويسري وبرتغال. بنتكلم يا ابو الصحاب مع كله لغايه ما اعرف اي حاجه يا ابو الصحاب عن المدرب الجديد هطلع اقولها لك. بس لحد دلوقتي اصلا مجلس اداره نادي الزمالك ما استقرتش على اي مدرب اجنبي ولا مصري، فمعتمد جمال هو اللي هيكمل الفتره الحاليه. اما بالنسبه لوجهه نظري انا شايف ايوه فعلا المدرب المصري يكمل شويه لغايه ما نجيب مدرب اجنبي. علشان ايه اصلا في الموسم ده؟ علشان بطولة الكونفدرالية. بص يا صاحبي وعلى بلاطة وانت عارف كويس بكون واضح معاك، الدوري بنسبة كبيرة 100%، او هقولها لك علشان برضك تحسبا لكل حاجة وكل حاجة واردة برضك زي الموسم بتاع فيريرا 99% الدوري اهلاوي. لو الاهلي حابب يرجع المنافسه تاني كولر يستمر زي ما هو ما بيعمل في التشكيله كده. اما رجع لصوابه وكل حاجه هتلاقي الموضوع خلص من الدور الاول، الاهلي بطل الدوري. فبكل بساطه بجيبها لك على بلاطه، الزمالك يقدر ياخد بطولات ايه اللي هي انتي شواجري، اللي هي ايه؟ كاس سوبر، اللي هي بتعتمدش اصلا على المدرب، مع احترامي برضك للمدرب وفكره والفنيات والكلام ده كله، بتعتمد على ايه؟ التوفيق من عند ربنا وروح اللعيبه، مش محتاج اكتر من كده. ماتش مهم قصاد بيراميدز، ماتش مهم قصاد الاهلي، انا موفق هلعب بروح، خلصت الماتش خدت الكاس ومشيت بس.
مفيش بقى 3 بونت وفرق ضعيفه هي اللي توقعني واكسب الفرق الكبيره والضعيف هو اللي يوقع، مفيش الكلام ده. فهي ديت ملخصا انا ممكن اخطف كاس وسوبر. مدرب بقى الاجنبي هيجي بناء على ايه؟ علشان بطوله الكونفدراليه عايزه فكره العب بره ارضي وجوه ارضي ودور مجموعات وبعد دور مجموعات ادوار اقصائيه والكلام ده كله. عايزه مدرب فعلا اجنبي كويس. بس انا بقى هيجي المدرب على طول يخش في دور المجموعات، يعني بكل بساطه عايز مدرب ممارس متمارس في القاره بتاعتنا، يعني واخد خلفيه، مش يجي زي اسوريو يلعبوا بطريقه السيتي. ما يجي يجيب لي مدرب لسه جديد بعيد عن القاره وانا اكون في وسط المعمعه في الكونفدراليه واجيبه مثلا كده واقول له العب. لا، انا عايز واحد يكون عارف القاره دي كويس ولعب فيها كذا مره وشاطر فيه. مين وجهة نظرك؟ انا شايف موسيماني. في ناس هتتفق تختلف، قول اللي انت عايزه، بس بنسبة 90% او 95% موسيماني لو مسكنا في فترة الكونفدرالية هياخد، لو برو او بالسيسي. دي وجهة نظر، انت وجهة نظرك في الكومنتات. اما نجيب مدرب بعيد عن القارة حتى لو السي في بتاعه قوي وجاي يلعب هنا في افريقيا وخلاص في وسط المعمعة في الكونفدرالية، بنسبة كبيرة هنكون خرجنا من الكونفدرالية. والكونفدرالية فاكر احنا بنينا عليها كونفدرالية في سوبر في سوبر، كنا طالعين والمفروض كنا نكمل على كده. فهي البطولة دي اللي هتبدأ ترجعك تاني، فهي أهم بطولة السنة دي للزمالك. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا يا ابو الصحاب. حاولت اخد كل الاسئله عشان ما حدش يزعل وطولنا في الفيديو. لو حابين ان الفيديو يبقى مطول كده يا ابو الصحاب وناخد اسئله كتير وندردش فيها مع بعض، يكون فيديوهات كده ايه يا ابو الصحاب تحب وانت بتتفرج عليها كوبايه نسكافيه شاي، لو عجبك يعني اللي احنا طولنا في الفيديو رايك في الكومنت. لو انت يا ابو الصحاب لسه مش متابعنا على الانستجرام هسيب لك لينك الاكونت في اول كومنت، علشان يعني لو حابب تشارك معانا في الاسئله والاسئله بتاعتك تظهر معانا سيبه لك في اول كومنت. تابعنا يا ابو الصحاب عشان نحاول على قد ما نقدر ناخد كل اسئله اخواتي وحبايبي اللي موجودين هنا. انا بقول كفايه كده، شكرا لكم على المتابعه. وما تنساش يا ابو الصحاب لو لسه ما عملتش لايك اتمنى تعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو 3000 لايك، يعني ده حاجه بسيطه يعني. ولو لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ونتقابل في فيديوهات تانيه. سلام.